النهاردة هتكلم عن ازاي تحب نفسك، ازاي تكون مرتاح مع نفسك زي ما انت. لان لو انت ما بتحبش نفسك فانت هتفضل تدور على الحب والقبول من الناس اللي حواليك، وبرضه مش هتلاقيه لانك بتدور عليه في المكان الغلط. عاوز اقولك ان اختيارك للناس الغلط في حياتك ما هوش صدفة خالص. انت قاصد انك تختار الناس دي لانهم بيأكدوا لك صورتك عن نفسك، وهي انك مش كفاية او انك ما تستاهلش انك تتحب. خليني اسألك سؤال: هل انت فعلا ما بتحبش نفسك؟ يعني اتولدت كده مثلا، اتولدت مش حابب نفسك؟ ولا انت ما بتحبش الصورة اللي ناس معينة وصلتها لك عن نفسك وانت صدقتها وعشت في الوهم ده لسنين طويلة؟ اول حاجة عاوز اقولها ان حبك لنفسك مش مجرد احساس يا اما يكون عندك او لا. حبك لنفسك حاجة انت بتعملها بشكل مستمر في حياتك اليومية. طب ليه احنا محتاجين نحب نفسنا ونتقبل نفسنا؟ الإجابة عشان لو أنت مش بتحب نفسك ومتقبلها زي ما هي فأنت مش هتعرف تحب وتتقبل حد تاني، وهتفضل عايش بتتعذب. فأنت عندك الاختيار. أول حاجة هتكلم عنها عشان نتعلم نحب نفسنا، وهي الطريقة اللي أنت بتعامل نفسك بيها. دلوقتي فكر في حد أنت بتحبه، سواء كان حد أنت في علاقة معاه أو باباك أو مامتك أو أي حد. دلوقتي مطلوب منك إنك تعامل نفسك بنفس الطريقة اللي أنت تحب تعامل بيها الشخص دوت. انا عملت لستة من الحاجات اللي انا هعملها للشخص ده وهشاركها معاكم. اول حاجة هدي الاولوية للشخص اللي انا بحبه، احتياجاته ومشاعره، وحد لهم الاهمية عن اي حد تاني، حتى لو ده ممكن يضايق حد. يعني مثلا لو انت في عزومة او تجمع والشخص اللي انت بتحبه مش مرتاح وعاوز يمشي، هل هتجبره انه يقعد عشان فلان ولا فلانة ممكن يزعلوا لو مشي؟ اكيد لا طبعا، لان راحته هي اهم حاجة بالنسبة لي. لما تكون بتحب حد بتسأل عليه من وقت للتاني، تشوفه عامل ايه، حاسس بايه، محتاج حاجة. اعمل ده مع نفسك، اسأل على نفسك حتى لو في أبسط الحاجات. شربت مية كفاية النهاردة؟ أخدت الفيتامينات؟ أخدت العلاج بتاعي؟ حاسس بإيه دلوقتي؟ متوتر، زعلان، متعصب؟ إيه اللي أقدر أعمله عشان أساعد نفسي؟ لما تكون بتحب حد بتفضيله نفسك. اعمل لنفسك وقت تعمل فيه حاجة أنت بتحبها، لأن ده بيبعت لنا رسالة إننا نستاهل الاهتمام. لما تكون بتحب حد بتقوله كلام حلو. قول لنفسك كلام حلو، الكلام اللي انت تحب تسمعه. شجع نفسك على حاجة انت بتعملها. لما تكون حالتك النفسية مش أحسن حاجة، طمن نفسك، لأن في أغلب الأحوال بيكون الطفل الداخلي اللي جوانا هو اللي بيحس بالقلق أو بالحزن أو بالغيرة، مش الشخص الراشد. فطمن نفسك، خليك حنين على نفسك، قول لنفسك أنا معاك. تاني حاجة هتكلم عنها عشان تقوي حبك لنفسك إنك ما تقارنش نفسك بحد. لما تلاقي نفسك باصص في حياة حد تاني، ارجع لنفسك وركز على أهدافك وحياتك أنت، وإيه اللي تقدر تعمله عشان تعيش الحياة اللي أنت تتمناها. تالت حاجة هتكلم عنها إن قيمتك وحب الناس ليك مش معتمد على اللي أنت بتقدمه. يعني مش كل ما تقدم أكتر وتضحي بنفسك أكتر الناس هتحبك أكتر، لأ. الناس هتشوف قيمتك بتقديرك وحبك لنفسك. رابع حاجة إن من حبك لنفسك إنك تبعد أي حاجة مؤذية عن حياتك، سواء كان أشخاص مؤذيين أنت محتاج تبعد عنهم وتخرجهم برا حياتك، أو عادة أنت بتعملها محتاج تبطلها زي التدخين مثلا. أنا عارف إن دي قرارات مش سهلة ومحتاجة مننا شجاعة عشان نقدر نتغلب عليها. دلوقتي عندي سؤال: هل أنت فعلا ما بتحبش نفسك كلك على بعضك؟ ولا في حاجة معينة أنت مش حاببها في نفسك والحاجة دي أخدة كل تركيزك؟ ممكن تكون مثلا سنة مكسورة، أو شايف إن مناخيرك كبيرة، أو وزنك زيادة، أو في حاجة في شخصيتك مش عاجباك. الحاجة دي بتكون أخدة كل تركيزك، وكل ما بتركز عليها أكتر ما بتقدرش تشوف غيرها قدامك. فأنت دلوقتي عندك اختيارين: يا إما هتغير الحاجة دي اللي مش عاجباك، سواء كان هتصلح سنانك أو هتعمل مناخيرك أو هتعمل نظام غذائي مثلا عشان تظبط وزنك. يا إما لو الحاجة دي أنت مش قادر تغيرها فأنت محتاج تبعد تركيزك عنها وتتقبلها زي ما هي،
دلوقتي في تمرين هطلب منكم انكم تعملوه وتقولوا لي هتحسوا بايه. اتفقنا؟ اتفقنا. بص في المراية، قرب قوي لحد ما خلاص مناخيرك هتلمس المراية. ممكن ساعتها تشوف حاجات انت مش حابب تشوفها. ممكن تشوف حباية هنا ولا هنا، ممكن تشوف تجاعيد تحت عينيك، او هتشوف ان شعرك خف جدا. بغض النظر عن اللي انت هتشوفه، انا عاوزك تقول لنفسك انا بحبك. انا عارف ان الكلمة ممكن تكون تقيلة شوية عليك وانت بتقولها، بس قولها. انا بحبك كلك على بعضك زي ما انت. اول ما تبص وتشوف مناخيرك الكبيرة، هي دي اللحظة اللي هتقول فيها انا بحبك على بعضك زي ما انت. او هتفتكر حاجة في شخصيتك مش عاجباك، هي دي اللحظة اللي انت هتقول فيها انا بحبك كلك على بعضك زي ما انت. قولها 20 مرة. انا بحبك كلك على بعضك زي ما انت، انا بحبك كلك على بعضك زي ما انت. قولها 20 مرة وقولولي هتحسوا بايه. واشوفكم الحلقة الجاية.